ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هكلمكم فيه عن سر تتبيله تقدروا تحطوها على اي صينيه هتحطوها في الفرن، هتخلي طعم الصينيه دي يروح في حته تانية خالص. التتبيله بسيطه جدا. اول حاجه بستخدم فلفل اخضر، انا بحب النوع ده من الفلفل الاخضر، ممكن تستخدموا فلفل اخضر رومي عادي، وفلفل احمر، ويا سلام لو تحطوا كمان قرن فلفل حراق، يا سلام بيودي الطعم في حته تانية خالص. بس انا طبعا مش بقدر احطه بسبب ولادي. هتستخدموا طماطمايه واحده بس، ولو الكميه كبيره طماطمايه حجمها كبير، ما تزودوش طماطم كتير عشان ما يقلبش معاكم الطعم بصلصه. وبعد كده بصلايه، وبرده لو الكميه كبيره هيبقوا بصلتين، وحوالي من 4 ل5 فصوص توم. بعد كده هحطهم كده كلهم مع بعض في الكبه علشان هفرمهم بالشكل ده. وبعدين هحط عليها نص عصره ليمونه. وبعد كده ما كانش عندي كزبره مطحونه، فطحنت الكزبره زي ما انتم شايفين حوالي نص معلقه. ونصيحه ما تستغنوش عن الكزبره لانها بتدي طعم جبار. ونص معلقه من الفلفل الاسود، وحوالي معلقه صغيره من الملح، وهنا معلقه كبيره ممسوحه من البابريكا. وهنا حطيت مرقه خضار صحيه، تقدروا تستخدموا اي نوع انتوا بتحبوه. وبعد كده فرمت كل الكلام الجميل ده من غير ميه من غير اي حاجه في الكبه، هيطلع لي خليط ممتاز. ده سر جمال وطعامة اي صينيه هتستخدموها في الفرن. ما تستغنوش عن الكزبره، ويا سلام لو في كمون نحط نص معلقه كمون. عاده انا ما بحبهمش قوي مع اللحوم، انما لما جربتهم في التتبيله دي بجد خلى طعم الدقه دي او التتبيله دي راح في حته تانية خالص. ابتديت هنا ادي كده فتحات في الرومي عندي عشان يتشرب التتبيله كويس. ونزلت بالتتبيله على الاوراق بتاعه الرومي. انا عايزه اقول لكم ان الدبابيس دي يعني في الحقيقه عملاقه جدا، انا مش عارفه شكلها واضح عندكم ولا لا، فقولوا لي انتوا شايفينها ايه، لكن هي في الحقيقه كانت بجد كانت كبيره جدا. تبلتها وحطيتها في الصينيه، وبعد كده حطيت معاها بطاطس. انا بحط البطاطس من البدايه خالص، بتبقى يا اما الصغيره دي بقشرها، يا اما لو هي كبيره بقطعها قطع كبيره. وبعد كده خدت عليها واحده من الجزر، برضو الجزر من الحاجات اللي بتستحمل. لكن لو مثلا هتحطوا كوسه فهي تبقى في اخر مثلا تلت ساعه من تسويه الصينيه بتاعتكم. وبعد كده حطيت ورق زبده وفوقيه ورق فويل، علشان مش بحب ورق الفويل يلامس الاكل، يعني حاجه صحيه اكتر. وبعد كده ابتدي اقفل عليها كويس، لازم نحضنها كده عشان نقفل عليها كويس ونضغطها وما نخليش اي هوا فيها، ويدخل على فرن يكون سخن من قبل كده. وبتاخد تقريبا حوالي كده ساعة ونص. ممكن بعد اول ساعة تكشفوا، لو حسيتوا انها نشفت قوي ومحتاجة مية ضيفوا عليها كوباية مية سخنة. ومن فترة للتانية بحب اديها كده بالفرشة، الحركة دي بتطريها وبتخلي الوش يحمر بطريقة حلوة جدا. هنا كان خلاص بقى كده، كان باقي على الحلو تكة وكان خلاص قرب يستوي. وهنا بقى خلاص الجميل بتاعنا استوى والوش بتاعه اتحمر. شغلت الشواية في حوالي اخر 10 دقايق، وكنت مجهزة عندي الرز، وابتديت انزل بالدبابيس العملاقة الجميلة بتاعتي دي. التتبيلة دي يا جماعة استخدموها مع اي صينية عايزين تدخلوها في الفرن، خطيرة 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 خطيرة. بس نصيحتين: ما تزودوش طماطم، وحطوا الكزبرة والكمون، لان ناس كتيرة ممكن تسكب مرحلة الكزبرة والكمون، انما هي حقيقي خلت الطعم مختلف حتى. والصينية في الفرن بتبقى ريحتها رهيبة، مفوحة في كل مكان في البيت وفي الشارع، ريحتها وحياة ربنا بتطلع الشارع من كتر جمالها، جميلة جدا. هنا ابتديت افتحها معاكم عشان اوريكم شكلها عامل ايه من جوه. انما الدبابيس الكبيره دي بيبقى فيها زي اوتار كده وحاجات كتيره كده، فبتخلي يعني ما بعرفش افتحها كويس بالسكينه. انما عايزه اقول لكم انها كانت مستويه تحفه، خدت معايا تقريبا ساعتين في الفرن. انا بحب اسوي حاجتي على نار هاديه. ودي البطاطس كانت متماسكه ومستويه وتحفه. عايزه اقول لكم الاكله جميله جدا. اتمنى تقولوا لي رايكم ايه في الدقه اللي انا عملتها، ورايكم في الدبابيس في الاخر. واتمنى بجد انكم تجربوها، ولو اول مره تشوفوني وحبيتوا تشتركوا معايا هبقى مبسوطه جدا. ولايك وكومنت وشير للفيديو ده مع اصحابكم. شكرا واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.